مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف بقيتو مع هذا الجو؟ مزيان؟ ما نطولش عليكم. اليوم عندي واحد الشهيوه زوينه للغدا، قلت ان شاء الله نشاركها معكم. عندي الدجاج البلدي بالملوخيه. على بركه الله نمروا المقادير. مشاهدي الكرام، عندي هنايا فروج بلدي، الملوخيه، ثلاثه ديال البصلات مقطعين مشلطين. عندي هنايا مطيشه محكوكه على حسب الذوق، كاين اللي ما كيديرش مطيشه. عندي هنايا المعدنوس، ثومه. للاشاره بالنسبه للدجاج كيف ما عودتكم دائما، انايا كنشرملو يعني بعده ساعات او بيوم، وعاد كنطيبو. الاكثريه الا كان واحد يعني الدجاج بلدي ضروري كيكون شارب القزبر والثومه باش كيجي زوين بزاف وباش كيطيب. والسكينجبير يعني الا بغيتي الدجاج البلدي يطيب لك دغيا، سكينجبير كيرطب له داك اللحم ديالو يعني، وكيكون شويه قاصح. مشاهدي الكرام، بالنسبه للملوخيه راكم عارفين دابا حنا فصل الربيع، مقبلين على فصل الصيف. يعني الملوخيه زوينه بزاف وكتواجد في هاد الفصول هادو بجوج. نبداو نعطرو الطاجره ديالنا. بسم الله وحنا كنهضروا. بسم الله. ودي طبيعه الحال غادي نبدا بالبصله، ثلاثه ديال البصلات مقطعين. علاش ثلاثه البصلات؟ لان غادي نخضر بالملوخيه وخصني المرقه تجي عاقده تجي زوينه. هذاك الشيء علاش درت ثلاثه ديال البصلات، باش المرقه تجي بزاف، تجي يعني هذا وتجي زوينه في نفس الوقت. بالنسبه للدجاج انا ما غاديش ندير كله بطبيعه الحال، غادي ندير غير نص في الروج، والنص الثاني ان شاء الله غادي نحتفظ به لشهيوه واحده اخرى. بسم الله. نركبها وداكشي ديالو. نزيد صافي بركه. غادي نكتفي بهذا القدر. غادي نقطع شويه المعدنوس، واخا الدجاج مشرمل بالقزبر اكيد غادي نزيدو شويه النكهه ديال الربيع ديال المعدنوس كيجي زوين. انا شرمت الدجاج بالقزبر، ثومه، شويه سكينجبير، شويه الخرقوم البصار. نخليوه تما خليتيه في الشرموله ديالو. ملي كطيبيه كيجي زوين بزاف. وبصله كذا كيجي معلك، يعني الا درتي البصله بزاف كتجي غنيره كتجي زوينه. غادي نحط 3 الفصوص ديال الثومه، هي صغار لان اصلا الدجاج دايره فيها انايا الثومه، ولا غادي نكتفي غير بجوج ديال الفصوص ديال الثومه. بسم الله. هي بالنسبه للملحه مشاهدي الكرام، انا دايره فيه الملحه غادي غير شويه باش المرقه ما تجيناش باسله. نص معلقه صغيره سكينجبير، عندي معلقه ونص صغيرين، معلقه صغيره ونص. ابزار راس معلقه، معلقه ديال الخرقوم صغيره، بالنسبه لزيت العود عندي هنايا نص مغرفه، زيت نباتيه على حسب الذوق، بركه حتى هي هكذاك باش كيجي الفروج ديالنا عاقد مزيان. مشاهدي الكرام، انا هنا عطرت الطنجره ديالي الدجاج البلدي بهذا الملوخيه
دابا درت هي البصله والتعطيره، غادي ان شاء الله نديرو فوق البوطه يتشحر شي شويه وغنسد عليه ساعه، وغادي نعاودو ان شاء الله نتلاقاو باش نديرو الخضره ديالنا اللي هي الملوخيه. مشاهدي الكرام، رجعت لكم مره اخرى بعد ما طاب الدجاج ديالنا البلدي. كيف ما كتشوفوا معايا المريقه هي هذه المريقه ديال الدجاج البلدي، كتجي زوينه بزاف بيني وبينكم. زعما ما كانت الامكانيات الانسان كاع ما يتناول الدجاج الرومي، ولكن حتى هو عنده الاهميه ديالو اكيد. هانتوما كتشوفوا معايا الدجاج راه طايب. دابا غادي نضيف الملوخيه. هي بالنسبه للملوخيه مشاهدي الكرام، حاولوا انكم تستغلوا الوقت ديال فصل الربيع وفصل الصيف، كتكون فيه الملوخيه بكثره، والملوخيه عندها فوائد كثيره بزاف للجسم. انا دابا راني درتها على الدجاج البلدي، غادي نرجع نحطها فوق البوطه لمده 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه ونعاودو نرجعوا ان شاء الله. مشاهدي الكرام، ورجعت لكم مره اخرى بعد ما طابت الملوخيه ديالنا، هي واجده كي كتشوفوا معايا. بالنسبه للطماطم انا حطيتها في المقادير، ذكرتها في المقادير، ولكن كيف ما سبق لي قلت لكم ما كنديرش انايا مطيشه لا في اللحم ولا في الدجاج البلدي. كان لاحظتوا معايا درت البصله بزاف باش البصله كتجي مدغمره مزيانه وكتجي فيها النسمه ديال البصله. مشاهدي الكرام، انا دابا غادي نوجد ان شاء الله، غادي نصب في الطبسيل ديال الاكل. بسم الله، كتشوفوا معايا معليش هكا انا كاع هاودا ساهله ياكم. كنشوف معايا مع الساهله الدجاج ديالنا البلدي هاودا. بالنسبه للمرات كتشوفوا معايا المرقه كي دايره مدغمره مزيان. بالنسبه للملوخيه مشاهدي الكرام، استغلوا الفرصه ديالها. علاش؟ لان الملوخيه كتوجد بكثره في هاد الايام هذه، وعلاش اللي ما نيبسوهاش نجيبوها ونيبسوها ونطقوها ونخليوها في عندنا بحال التوابل هكذا مع العطريه. اي حاجه كنطيبوها كنديروا فيها واحد شويه بحال دابا ديال الملوخيه، كتعطينا النكهه زوينه وكتخلي المرقه طلقه السلك مزيانه بحال اللي كتشوفوا دابا. مشاهدي الاعزاء، كانت هذه هي الاكله ديالنا هاد النهار هذا الغديوه، الدجاج البلدي بالملوخيه بدون طماطم. انا ما كنديرش مطيشه، كندير البصله بزاف، التوابل، زيت العود، زيت النباتيه. شكرا مشاهدي الاعزاء، شكرا للدعم ديالكم، شكرا لمتابعي القناه، وشكرا للاصدقاء الجدد. كنخليكم على خير وكنقول لكم نهار كريم، يعني يوم سعيد. شكرا. كانت معكم ليلى من قناه ليلى للمنتوجات. دمتم في رعايه الله. في فيديو اخر.